بتعرفوا إنه المراهقين اللي عندهم ADHD أو اللي عندهم توحد بيتحملوا ضعف العبء العاطفي بالبيت أو بالمدرسة مقارنة بإخوتهم أو رفاقهم؟ فكرتوا فيها قبل؟ في دراسة جديدة من كينغز كوليدج بلندن أثبتت إنه تجارب البيت والمدرسة السلبية بتولد عبء عاطفي مضاعف عند الأفراد اللي عندهم توحد أو ADHD. شو يعني؟ يعني نسبة القلق والاكتئاب عندهم بتزيد فعلا، وما بيعود هيدا الشيء والله دلع ولا تهويل، هو نتيجة بيئة منزلية ومدرسية غير مهيئة لنمط تفكيرهم واحتياجاتهم. فإذا كنت أم أو معلم أو صانع قرار لازم تغيري الطريقة اللي بتتعاملي فيها مع هول الأولاد اللي عندهم تنوع عصبي. تابعوني لنحكي كيف ممكن نبني بيئة تعلمية عادلة وداعمة، وما تضيعوا فرصة يمكن من خلالها تتدربوا على بناء مثل هالبيئات الآمنة، وحاجة تنتبوا حظكم في مجال حقيقي للتشافي.